خدي يا جمالات، خدي امسكي الفلوس دي كويس قوي، معاكي 10 جنيه. ها عرفتي بقى هتروحي الجمعيه تجيبي ايه؟ ايوه يا ستي، جوزين فراخ أيوة. و4 علب جبنه روكفور من المستورده، و5 كيلو جبنه شيستر من المستورده برضو. ايوه وايه قوام يا اختي نسيتي؟ شو حاجات كتيره قوي يا ستي. كتيره؟ ما هو لو كنت بتعرفي تقري كنت انا كتبتلك في الورقه، لكن اصلك اميه. اعمل لك ايه انا مش غبيه يا ستي. انا ما قلتش غبيه. شوفي احسن حاجه علشان ما تنسيش تجيبي الحاجات اللي قلتلك عليها دي وتيجي على طول، وبعدين بقى تشوفي الناس اللي واقفين متزاحمين علشان ايه وتروحي جايبه زيهم. فهمتي؟ ما هم يا ستي اصلهم مش بيرضوا يدوني حاجات كتيره كده. اقول لهم جوزين فراخ يقولوا لي جوز واحد بس. اقول لهم يا بت انتي، هو انا لسه هعلمك؟ يا خرابي عليكي، 100 مره اقول لك بعد ما تاخدي ترجعي تقفي في الطابور تاني. اهو كده بقى تفضلي تشتري لحد ما الفلوس اللي معاكي تخلص. وليه بس كده يا ستي؟ انتي مالك انتي؟ الله، هو انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ اما غريبه قوي. تعملي زي ما بقولك بالظبط، فاهمه؟ اوعي ترجعي بحاجه ناقصه. يلا اتحركي يا بت. الله، شوفي البت واقفه ازاي، اما غريبه قوي. انت واقفه كده ليه يا بت؟ انت بت، ما انا يا ستي لسه اصلي ما عملتش حاجه في البيت. مالكيش دعوه، كل مره بتاخر في الجمعيه لحد اخر النهار. مالكيش دعوه. وبعدين ترجعي وتقولي لي كنت فين والبيت مش عارفه ايه يا بت امشي بقى من قدامي. انت هتفضلي تسايريني ولا ايه؟ اسمعي، نعم. خدي السبت الكبير ده معاكي. اسمعي، نعم. خدي كمان الكيس النايلون الكبير ده. حاضر. اسمعي، نعم. اسمعي، جيبي بقى معاكي الفراخ على قد ما تقدري، وما تتاخريش. يلا فاهمه؟ شفتي بقى يا ستي، اديك قلت لي ما تتاخريش. طب انا اعمل ايه بقى؟ ما هو انت لازم ترجعي قوام علشان تجيبي الحاجات التانية من البقال، لسه السمن والرز والصابون. طيب ما اجيب الصابون من الجمعيه. لا، اعملي زي ما بقولك. يلا بقى، مع السلامه. يلا لما اشوف بقى شطارتك بقى. حاضر يا ستي، حاضر. طيب اهلا يا حبيب قلبي يا منعم. اهلا. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها يا روحي؟ يا ايدي. ايه ده؟ يا مفاصلي. خلاص ما عدتش قادر امشي خلاص. اتفضلي يا ست خوخه، اتفضلي. ادي الفراخ 4 جواز يا حبيبي يا منعم. وادي يا ستي 12 علبة سلمون ياباني والله ياباني. يا روح قلبي يا منعم. ايوه يا ستي، وادي كمان 10 علب بولوبيف. ما قدرتش اجيب 12 والله. يا حبيب عمري يا منعم. كويس قوي بقى ان انت مبسوطه. اقعد بقى عشان استريح. امال فين جمالات عشان تشيل الحاجات دي؟ يا جمالات مش هنا يا منعم. مش هنا؟ امال راحت فين؟ راحت الجمعيه. جمعيه؟ وعشان ايه بقى راحت الجمعيه؟ علشان تجيب شويه حاجات كده يعني. امال انا كنت بعمل ايه يا خوكه؟ الله، ما انا اصلي ما قلتلكش على كل حاجه يا منعم. إيه؟ صعبت عليا برضو. مش معقول اخليك تشيل الحاجات دي كلها. الله، اصل انا عايزه حاجات كتير قوي. هو في حاجات اكتر من كده يعني تخليني اخد اجازه عارضه علشان اروح الجمعيه وبعدين تقولي صعبت عليكي؟ ايه ده يا خوخه؟ خوختيني. ايه ده بس فهميني. ما هو كله علشانك يا منعم يا حبيبي. علشان انا انا هاكل الحاجات دي كلها؟ هاكل 4 جواز فراخ و10 علب بولوبيف. ما هو مش كله مرة واحدة يا منعم، مش كله يا حبيبي. ده اسمه خزين. انتوا بقى ما كانش عندكم خزين في بيتكم؟ كان عندنا. لا، كانت الله يرحمها تخزن بصل وتوم ورز، لكن عمرها ما خزنت فراخ. كانت بتربيها بس، ما كانتش مدوخه ابويا الله يرحمه زي ما انت مدوخاني معاكي كده. الله بقى، ما هو على ايام الست مامتك ما كانش في جمعيه بقى كده. وما كانش كمان عندكم تلاجة بقى كده. كده. الست الشاطره يا منعم لازم بيتها يكون فيه بقى من مجاميعه. نهايته. طب جمالات راحت تجيب ايه؟ راحت ايوه
راحت بقول ايه يا منعم؟ أيوة. انت مش هتقدر تاخد يوم تاني اجازة عارضة؟ بقول جمالات راحت تجيب يا ايه؟ سلام يا سلام يا منعم، لو تاخد يوم تاني كمان، ده انا كنت يوم. جمالات راحت تجيب ايه؟ صحيح يا منعم، هتقدر ولا لا؟ جمالات راحت تجيب ايه؟ راحت تجيب فراخ. ارتحت بقى؟ فراخ؟ فراخ يعني اطبق في زمارة رقبتك. تعالي هنا، تعالي هات اصحابها على ايه ده؟ طيب شاطرة يا جمالات، شاطرة. يا مفاصل برافو عليكي يا بنت. خلاص ايه؟ خلاص ما عدتش قادره امشي خلاص. جبتلك حاجات ب10 جنيه كلها، ما خليتش حتى الفلفل الاسود، كل حاجه يا ستي كل حاجه. وجبتلك كمان معايا بالمره علبتين عصير مشمش. شاطرة يا جمالات، شاطرة. يا سلام، جبتي كام جوز فراخ؟ وحياتك زي ما قلتيلي، الاول جبت جوز وبعدين رجعت وقفت في الطابور تاني. شاطرة. وفكيت المنديل اللي فوق راسي علشان الراجل ما يعرفنيش. أيوة كده. واشتريت جوز تاني كمان. برافو عليكي والله يا بنت، انت ما في منك ابدا يا جمالات. يلا بقى علشان تشتري الحاجات التانية من البقال. دلوقتي يا ستي؟ قبل الحاجات ما تخلص. بس البقال ما عندوش زحمه يا ستي. بيتهيألك بس، والناس بتخطف الحاجة اول باول يا عبيطة. ما فيش حد بيخطف حاجه يا ستي. طب دي واحده ست عجوزه كانت بتعيط في الجمعيه علشان فرخه واحده، والنبي صعبت عليا. انا قلتلك مالكيش دعوة بحد. ما كانتش قادره تقف في الزحمه يا ستي، والنبي انا كنت هديها فرخه من اللي معايا. يا سلام، فالحة قوي حضرتك. ما هو انت يا اختي مش